لو داخل تجارة انجليش ولسه خايف من موضوع اللغة والانجليزي عامل لك مشكلة كبيرة، مش عارف ازاي هتبدأ في الكلية وازاي اصلا هتذاكر المواد بالانجليش، انا بوعدك في فيديو النهاردة هقدم لك حل لاكتر من 95% من مشكلة الانجليش. ومش بس كده، ده انا كمان هخليك داخل الكلية وانت فاهم وعارف اهم المصطلحات التجارية بالانجليش اللي انت هتدرسها في الكلية. وفي نهاية الفيديو هقولك على معلومة مهمة جدا هتفرق معاك كتير في موضوع الانجليش ده أثناء دراستك في الكلية، فتابع معايا الفيديو للنهاية. بس قبل ما نبدأ خليني أسألك سؤال، انت عارف انت هتدرس ايه في تجارة انجليش؟ يعني عارف أسامي المواد ومنهج الدراسة؟ لو لسه ما تعرفش فاحنا اتكلمنا عن كل المواد اللي انت هتدرسها في تجارة انجليش، هسيب لك لينك الفيديو في الديسكريبشن، وكمان هتلاقيني سايب لك لينك الفيديو بنشرح فيه أهم المصطلحات لمادة الأكاونتنج أو مادة المحاسبة. فدوس لايك وسبسكرايب عشان احنا النهاردة هنتكلم عن أهم المصطلحات في مادتين، مادة الإيكونومي اللي هو الاقتصاد، ومادة الماركتينج اللي هي التسويق. ولو انت لسه ما تعرفش الفرق بين تجارة انجليش والبي اي اس والاف ام اي وباقي البرامج ومستقبلها وفرص عملها، فتأكد انك تكون عملت سبسكريبشن للقناة وفعلت الجرس في كل الاشعارات عشان ده هيكون موضوع الفيديو اللي جاي ان شاء الله. ويلا بينا نبدأ مع مادة الايكونومي. الاول لازم نعرف يعني ايه اقتصاد او يعني ايه ايكونومي. الايكونومي هو science by which a society produce and consume goods and services to meet unlimited needs with limited resources. تاني، الاقتصاد أو الايكونومي هو science by which a society produce and consume goods and services to meet unlimited needs with limited resources. بمعنى إن الاقتصاد هو علم بيعرفنا كيفية سد احتياج البشر من السلع والخدمات بأقل الموارد الممكنة أو أقل الموارد المتاحة. يعني الاقتصاد ده هو العلم اللي بيعالج موضوع الندرة في الموارد وإزاي نستخدمها عشان تكفي احتياجاتنا من السلع والخدمات. والإيكونومي فيه منه نوعين، أول نوع اللي هو المايكرو إيكونومي أو الاقتصاد الجزئي، وتاني نوع هو الماكرو إيكونومي أو الاقتصاد الكلي. المايكرو ايكونومي اللي هو الاقتصاد الجزئي ده اللي انت هتدرسه في الترم الاول سنة اولى، وده economy study and concerned with the behavior of individuals and businesses. يعني ايه؟ يعني ده نوع من الاقتصاد بيدرس وبيحلل وبيهتم بسلوك الافراد وسلوك البيزنس اللي هي الشركات. اما الماكرو ايكونومي او الاقتصاد الكلي ودي مادة انت هتدرسها في الترم الثاني من سنة اولى، هو الايكونومي اللي بيستدي ويكونسيرن with the behavior of the whole economy. يعني الماكرو ايكونومي ده نوع من الاقتصاد بيركز على سلوك الاقتصاد ككل. طب يعني ايه سلوك الاقتصاد ككل؟ يعني ده النوع من الايكونومي اللي بيدرس الستيت بادجت اللي هي موازنة الدولة، ودي مادة انت هتدرسها في سنة تانية ان شاء الله، وبيدرس الايكونوميك جروث ده اللي بيعرفنا النمو الاقتصادي في الدول، وبيعرفنا الناشونال انكم اللي هو الدخل القومي، والناشونال اوتبوت اللي هو الناتج القومي. يبقى تاني احنا كده عرفنا ان الايكونومي او الاقتصاد كمفهوم هو علم بيعرفنا ازاي نسد احتياج البشر من السلع والخدمات باقل الموارد المتاحة. وعرفنا ان في منه نوعين، يا اما مايكرو ايكونومي اللي هو الاقتصاد الجزئي، يا اما ماكرو ايكونومي اللي هو الاقتصاد الكلي. وعرفنا ان المايكرو ايكونومي ده نوع من الاقتصاد بيدرس ويحلل سلوك الافراد او المستهلكين والبيزنس اللي هي الشركات والمنتجين والمصنعين. والنوع التاني اللي هو الماكرو ايكونومي او الاقتصاد الكلي، عرفنا ان ده نوع من الاقتصاد بيدرس ويحلل سلوك الاقتصاد ككل. ده الاقتصاد اللي بيقول لنا الستيت بادجت اللي هي موازنة الدولة، والايكونوميك جروث النمو الاقتصادي، والناشونال انكم الدخل القومي، والناشونال اوتبوت الناتج القومي. وبما اننا بنتكلم عن الستيت بادجت وعرفنا ان دي ماده انت هتدرسها في سنه تانية ان شاء الله، فلازم تعرف ان الستيت بادجت او موازنه الدوله بيبقى فيها 3 انواع، يا اما ديفيزيت بادجت، يا اما سيربلس بادجت، يا اما بالانسد بادجت. طب يعني ايه الكلام ده؟ الديفيزيت بادجت دي عجز الموازنه. امتى يحصل عجز الموازنه؟ لما بتكون الجفرمنت اكسبنديتشر او مصروفات الحكومه بتكون اكبر من التاكس كولكشن اللي هي الارباح اللي الحكومه بتجمعها من الضرائب او متحصلات الضرائب. فلما تكون المصاريف اكبر من متحصلات الضرائب للحكومه، هنا بيحصل في الدوله ديفيسيت بادجت اللي هي عجز الموازنه.
اما لو الجفرمنت اكسبنديتشر اللي عرفنا ان هي نفقات الحكومه او مصروفات الحكومه اقل من التاكس كولكشن او متحصلات الضرائب، فهنا بيحصل فائض في الموازنه، فبنسميها سيربلس بادجت، يعني فائض ميزانيه او فائض في الموازنه. اما لو لقينا الجفرمنت اكسبنديتشر اللي بتصرفه الحكومه بيساوي التاكس كولكشن او متحصلات الضرائب، فهنا بيحصل بالانسد بادجت، بمعنى اتزان في الموازنه او الميزانيه. طب جميل قوي، يبقى احنا كده عرفنا ان الانديفيدوالز اللي هم الافراد او الكونسيومر اللي هم المستهلكين بيعملوا عمليه باي وسيل، يعني عمليه بيع وشراء للجودز والسيرفيسز اللي هي السلع والخدمات. والسلع هنعرف بعدين ان ليها مصطلح تاني اسمه الكوموديتيز، يعني المنتجات او السلع. فهنا عمليه البيع والشراء دي بنسميها ديماند اند سبلاي. الديماند اللي هو الطلب، والسبلاي اللي هو العرض، اللي هو قانون العرض والطلب. يعني الشركات بتعرض منتجاتها، فكده هي بتعمل عملية سبلاي، واحنا كأفراد او مستهلكين بنشتري منهم السلع والخدمات، فاحنا بنعمل عملية الديماند. يبقى تاني، عملية الديماند والسبلاي اللي هو العرض والطلب، الشركات بتعرض منتجاتها يعني بتعمل سبلاي، واحنا بنشتري السلع والخدمات يعني بنعمل عملية طلب على المنتجات، فبنعمل عملية ديماند. بس هنا عملية الديماند والسبلاي بتكون متوقفة على 3 عوامل اللي هما الكوانتيتي، الكواليتي، البرايس. الكوانتيتي يعني يا ترى احنا هنشتري كمية قد ايه من السلع والخدمات اللي هي الكمية، والكواليتي اللي هي جودة الخدمة او المنتج، والبرايس السعر، هنشتري المنتج او السلعة دي بسعر قد ايه. وهنا بقى يجي دور الديماند والسبلاي كيرف. يعني ايه؟ يعني منحنى الطلب والعرض اللي بيبين الكميات من السلع والخدمات المعروضة والمطلوبة بالنسبة لإيه؟ بالنسبة لحاجتين، الكمية والسعر. وبيظهر معانا منحنى العرض اللي هو السبلاي كيرف، ومنحنى الطلب اللي هو الديماند كيرف. وعشان نعرف ده أكتر ركز معايا في الجراف ده. لو بصينا على الكمية المعروضة والكمية المطلوبة بالنسبة للسعر، هنلاقي إن كل ما السعر بيزيد الكوانتيتي ديماند بتقل، او كمية الطلب على المنتج والسلعة بتقل. يعني ايه الكلام ده؟ يعني كل ما السعر يزيد هنلاقي نفسنا بنشتري من السلع والخدمات كمية اقل. وده معناه ان ما بين البرايس وما بين الكوانتيتي ديماند، يعني ما بين السعر والكميات المطلوبة من السلع والخدمات، في علاقة عكسية، يعني في نيجاتيف ريليشن شيب او بنسميها انفيرس ريليشن شيب. طب برضو يعني ايه؟ مش فاهم. يعني مثلا كيس السكر على سبيل المثال، لو كيس السكر سعره 30 جنيه النهارده، هنلاقي نفسنا ممكن نشتري كيسين مثلا ب 60 جنيه. لكن لو لقينا بكره الصبح كيس السكر ده ابو 30 جنيه لقيناه ب 45 جنيه، كده هنزود الكميه، بدل ما بنشتري كيسين نشتري 4، ولا هنلاقي نفسنا بنشتري اقل؟ بالظبط، هنلاقي نفسنا بنشتري اقل. وده سببه ايه؟ بسبب ان السعر زاد. وعشان كده كل ما السعر يزيد الكمية المطلوبة من المستهلكين اللي هو احنا هنلاقيها بتقل. يبقى كده كل ما البرايس بيزيد الكوانتيتي ديماند بتقل. والعكس صحيح، لو لقينا ان السعر بيزيد هتلاقي في الكيرف ان الكوانتيتي سبلاي بتزيد. طب ده معناه ايه؟ معناه ان انت لو صاحب شركة مثلا وبتبيع منتج او خدمة، لو لقيت ان المنتج او الخدمة دي سعره زاد، فالطبيعي انك تعرضه اكتر وتزود الكمية المعروضة منه في السوق عشان تكسب اكتر. وهو ده بالظبط اللي بيوضحه الجراف. وعشان كده العلاقة بين البرايس والكوانتيتي سبلاي هنلاقيها في حالة بوزيتيف ريليشن شيب، يعني علاقة طردية، كل ما السعر يزيد الكوانتيتي سبلاي تزيد. طيب جميل قوي. طب لو لقينا بقى ان الكوانتيتي ديماند بتساوي الكوانتيتي سبلاي، يعني لو لقينا في السوق ان الكمية المعروضة من المنتجات هي بتساوي الكمية المطلوبة، يبقى هنا بتحصل حاجة في السوق اسمها الايكوليبريم بوينت. الايكوليبريم بوينت، ودي معناها نقطة التعادل او نقطة التوازن، وبيظهر فيها ان الكوانتيتي ديماند بتساوي الكوانتيتي سبلاي. طيب ودي بتحصل امتى؟ دي بتحصل عند نقطة التقاطع او الانترسكشن بوينت اللي بتكون ما بين الديماند كيرف والسبلاي كيرف. بمعنى تاني، هي نقطة التقاطع اللي حصلت ما بين الكيرفين، الكمية المطلوبة والكمية المعروضة من السلع والخدمات. لو وصلت لحد هنا
فانا عايزك تبقى متأكد انك بكده فهمت نص مادة الايكونومي من قبل حتى ما تدخل تجارة انجليش. فتأكد انك عملت لايك وسبسكرايب، وتعالى بقى ناخد كام مصطلح عشان تفهم الدنيا اكتر في الايكونومي. لما بنلاقي الكوانتيتي ديماند اكبر من الكوانتيتي سبلاي، يعني الكمية اللي احنا طالبينها من السلع والخدمات اكبر من اللي معروضة في السوق، هنا بيحصل في السوق حالة ديفيسيت او شورتج. تاني، ديفيسيت او شورتج بمعنى ان هنا في عجز. طب ليه عجز؟ عشان احنا طالبين كمية كبيرة واللي معروض في السوق كمية قليلة. بالظبط كده شبه ما حصل في موضوع الدولار في مصر من كام سنة، كان في حالة عجز ان الكمية المطلوبة في السوق اكبر من اللي معروضة بكتير. الحكومة ما كانش عندها دولارات او المعروض في السوق ما كانش كتير، وفي نفس الوقت كانت الكمية المطلوبة من الدولارات كانت كمية كبيرة، فحصل في السوق عملية ديفيسيت او شورتج يعني عجز. اما لو لقينا ان الكوانتيتي ديماند اللي هي الكمية المطلوبة بتساوي الكوانتيتي سبلاي اللي هي الكمية المعروضة، فهنا عرفنا من شوية ان هنا بيحصل نقطة التوازن، بنسميها equilibrium، يعني نقطة تعادل او نقطة توازن. اما لو لقينا في السوق ان الكوانتيتي ديماند اقل من الكوانتيتي سبلاي من السلع والخدمات، يبقى هنا السوق في حالة فائض، فبنسميها سيربلس. يبقى تاني، لو الكوانتيتي ديماند اكبر من الكوانتيتي سبلاي يبقى هنا في حالة ديفيسيت او شورتج يعني عجز. ولو الكوانتيتي ديماند بتساوي الكوانتيتي سبلاي خلاص يبقى احنا كده في نقطة الاكيليبريم، يعني نقطة التوازن او التعادل. اما لو احنا لقينا ان الكوانتيتي ديماند اقل من الكوانتيتي سبلاي فكده السوق في حالة سيربلس، يعني في حالة فائض. لو في اي حد فيكم لحد دلوقتي واقفه معاه حاجه او مش مجمع الدنيا قوي او مش فاهم جزء معين يكتب لي في الكومنتس وانا هرد عليك واحاول اشرح لك تاني، مفيش مشكله. المهم انك ما تخلصش فيديو غير وانت فاهمه كويس جدا. تعالوا بقى ناخدوا كام مصطلح كده عشان ننهي اكبر جزء من ماده الايكونومي. عندك في الايكونومي اللي انت هتدرسه ان شاء الله في سنه اولى مصطلحين مهمين جدا جدا اسمهم الجي دي بي وهو الجروس دوميستيك برودكت. تاني، الجي دي بي ده اختصار للجروس دوميستيك برودكت. يعني ايه؟ يعني اجمالي الناتج المحلي، وده تعريفه لازم تكون عارفه، وهو total quantity of goods and services that produced inside the country by resident and non-residents. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ده كل كمية الانتاج من السلع والخدمات اللي بيتم انتاجها داخل الدولة، سواء الانتاج ده تم من مواطنين الدولة او من اجانب. طب انا برضو مش فاهم، تعال افهمك اكتر. يعني لو قلنا الجي دي بي بتاع مصر او الجروس دوميستيك برودكت بتاع مصر اللي هو الناتج المحلي المصري، ده معناه كل ما يتم انتاجه من سلع وخدمات على ارض مصر، سواء الانتاج ده من مصريين او من اجانب، ده بنسميه الجي دي بي. اما المصطلح التاني هو الجي ان بي اللي هو الجروس ناشونال برودكت، وده معناه اجمالي الناتج القومي. واجمالي الناتج القومي ده تعريفه التوتال كوانتيتي of goods and services produced by residents only inside and outside the country. برضو مش فاهم يعني ايه؟ يعني ده كل كمية السلع والخدمات اللي بيتم إنتاجها سواء على أرض مصر أو خارج أرض مصر، بشرط إن المنتجين للسلع والخدمات دول يكون مصريين فقط. وبكده نكون عرفنا أهم مصطلحات مادة الإيكونومي. بس برضو لازم نكون عارفين إن الاقتصاد ممكن يحصل له عملية expansion أو بوم بمعنى ازدهار، وممكن يحصل له عملية recession أو سلامب بمعنى هبوط. فلازم تكون عارف ان كلمة expansion او بوم دي معناها ان الاقتصاد في حالة ازدهار، ولما نسمع ان الاقتصاد في حالة تدهور او هبوط يبقى ده الريسيشن او سلامب. وطبعا كلكم سمعتوا عن التضخم، والتضخم معناه inflation بمعنى ان البرايسز بتزيد، الاسعار بتزيد، وده عكسه حاجة اسمها الديفليشن، يعني معناه ان البرايسز بتقل. ولسه هنتعرف اكتر واكتر على مصطلحات اثناء الدراسة ووقت شرح المواد. ودلوقتي تعالوا نعرف اهم المصطلحات في مادة الماركتينج او التسويق. هنبدأ بأهم المصطلحات في مادة الماركتينج، وهتلاقوا ان انتوا سمعتوا كتير منهم في برنامج شارك تانك. عندنا مصطلح اسمه B2B، B2C، B2G. البي تو بي ده اختصار لبزنس تو بزنس،
يعني دي شركة المنتجات والخدمات اللي بتقدمها لشركة تانية، عشان كده بنسميها business to business. المصطلح التاني B2C، يعني business to customers، وده أشهر أنواع البيزنس، شركة بتبيع لأفراد أو مستهلكين. زي مثلا إنك تروح تشتري حاجة من فتح الله، فتح الله دي شركة B2C. ليه؟ لأنه بيبيع منتجاته وخدماته للأفراد أو المستهلكين اللي هو إحنا. وآخر نوع اسمه B2G، يعني business to government، ده نوع من أنواع الشركات بيبيع منتجاته وخدماته للحكومة. وعندنا مصطلح تاني مهم اسمه CRM، Customer Relationship Management. أي بيزنس بيكون هدفه هو إرضاء العميل بتاعه، عشان كده الشركات بتتبع سيستم مهم جدا اسمه CRM أو Customer Relationship Management، وهو إدارة علاقات العملاء. ودي بالمناسبة كانت واحدة من الشهادات اللي أنا درستها في المعهد المصرفي التابع للبنك المركزي، ودعمتني كتير جدا في شغلي. ونيجي للمصطلح الخامس اللي بنسميه الفور بيس. ايه المصطلح ده؟ ده من اسمه كده 4 كلمات بتبدأ بحرف البي: Product, Price, Place, Promotion. المصطلح ده ما ينفعش أي شركة تفتح من غيره. ليه؟ لأن أي شركة بتفتح فلازم يكون عندها أول بي اللي هو البرودكت، يا ترى الشركة دي هتبيع إيه؟ والبرايس هتبيعه بكام؟ والبليس وهتفتح فين؟ والبروموشن وهتعمل تسويق لنفسها إزاي عشان توصل للعملاء. عشان كده بنسميها الفور بيس، يعني 4 كلمات بتبدأ بحرف البي. وفي مصطلح تاني اسمه الماركت شير، ومعناها الحصة السوقية. هتقول لي يعني ايه حصة سوقية؟ هقول لك انت فودافون ولا اتصالات ولا اورنج؟ هتقول لي ايه العلاقة؟ هقول لك ان ال3 شركات دول شغالين في صناعة او في مجال معين، وهو تقديم خدمة الاتصال والنت. تقول لي مظبوط. هقول لك كل شركة فيهم بقى عندها قاعدة من العملاء ومستحوذة على جزء كبير من العملاء في السوق. اهي قاعدة العملاء دي اسمها الماركت شير، يعني دي نسبة او حصة الشركة من العملاء اللي موجودين في السوق، وعشان كده بنسميها الماركت شير. تيجي تسألني سؤال تقول لي هي الشركات دي بتعرف ازاي اذا كانت بتوصل لأهدافها ولا لأ؟ اقول لك عن طريق تحليل مهم جدا اسمه السوات اناليسيس، وده اختصار ل4 كلمات هما السترينثز، الويكنسز، الاوبورتيونيتيز، الثريتس. وهو تحليل لنقاط القوة ونقاط الضعف، ايه الفرص المتاحة لنمو الشركة، ايه المخاطر اللي بتواجهها الشركة. تاني، اي شركة لازم يكون عندها السوات اناليسيس، ده التحليل اللي من خلاله بتعرف يا ترى الشركة دي ايه السترينثز بوينت بتاعتها، ايه نقاط القوة فيها، ايه الويكنسز بوينت اللي عندها، ايه نقاط الضعف اللي عندها، ايه الاوبورتيونيتيز المحتملة، ايه الفرص المتاحة ليها عشان تنمو وتكبر، وايه الثريتس او المخاطر اللي بتواجهها في السوق. هتقول لي ما دي معروفة، كده كده الشركة عارفة بتبيع ايه والمين. هقول لك لا، اللي انت لسه قايله ده دلوقتي ده اسمه بيزنس موديل، وده معناه الفريم وورك او الاطار او هيكل الشركة في انها ازاي تعمل 3 حاجات: تكرييت برودكت، انها تنشئ خدمة او منتج تبيعه في السوق، وتديليفر البرودكت ده للعملاء، انها توصل المنتج للعميل، وانها تكابتشر فاليو فور كاستمرز، يعني انها تقدم قيمة حقيقية للعميل. ومع الدراسة والتكرار وأثناء شرح المواد إن شاء الله هتلاقي نفسك الحاجات دي كلها بقت سهلة قوي على سمعك وبقت بسيطة وانت بتتكلم فيها بتلقائية. أنا بس بعرفك أهم المصطلحات عشان ما تخشش الكلية تتخض. أما عن الطريقة اللي أنا وعدتكم بيها في أول الفيديو إنها تحسن عندكم الإنجليزي، وأنا عن نفسي جربتها أيام الكلية، هي إنك تحضر المحاضرات للدكاترة اللي بتشرح وبتتكلم إنجليش، مش الدكاترة اللي بتشرح بالعربي. حتى لو أنت بتحضر ومش فاهم منه قوي، احضر وخلي ودنك تسمع اللغة والمصطلحات، هتلاقي نفسك مرة على مرة بقيت أحسن، وده هيساعدك كتير في الكلية وكمان بعد الكلية، وأنا شخصيا استفدت منها كتير. أتمنى يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا، ولو حابين نتكلم عن موضوع معين قبل ما الدراسة تبدأ اكتبولي في الكومنتس ونحاول نعمل عليها فيديو. وفي الآخر طبعا أنا بشكركم على وقتكم وبتمنى لكم التيسير والتوفيق يا رب دايما، وشكرا جدا لحضراتكم.